4 ستيب 25 بتقولك انت ليه شايل الهم وخايف من اللي جاي؟ ليه خايف ما تقدرش تكفي بيتك؟ مش كل الفترة اللي فاتت كنت مكفيه بالقليل او مكفيه بالكتير وهي بتمشي؟ ليه تبقى مهموم؟ انا عايزة اقولك على حاجة كده. سيدنا علي رضي الله عنه لما سألوه ايه هم جنود الله فعدهم 10. اول حاجة منهم كانت الجبال، والجبال فيما معناه يعني الصخر والحجارة، واحنا عارفين انه ربنا سلط الصخر والحجارة لإهلاك أقوام كانوا تجاوزوا حدودهم مع ربنا. طيب ايه بقى اللي كان أقوى؟ يعني ده أول جندي من جنود ربنا. ايه اللي أقوى من الجندي ده؟ كان الحاجة اللي تقدر تقهر الصخر والجبال وهي الحديد عشان نقدر نقطع بيه الكلام ده. طيب ايه الجندي اللي أقوى من الحديد؟ سيدنا علي قال النار، عشان النار قادرة على أن تذيب الحديد. ايه اللي أقوى من النار واللي يقدر عليها؟ قال المية. ايه اللي يقدر على المية؟ السحاب، لأنه السحاب هو اللي بيحملها. طيب ايه اللي بيقدر على السحاب؟ الجندي اللي بعد كده الرياح. ايه اللي بيقدر على الرياح؟ دخلنا هنا عند حتة الإنسان بقى. الإنسان بالمكر والدهاء بيقدر إنه يتحايل على الرياح. طيب وإيه الجندي اللي بيتغلب على الإنسان؟ السكر ومغيبات العقل هي اللي أقوى منه، هي اللي بتخليه يبقى ضعيف ومش عارف وجهته فين بالظبط. طيب ايه الجندي اللي بعد كده اللي بيقهر السكر؟ هو النوم، لانه لو الانسان نام هو خلاص انت كده تغلبت على ان عقلك مغيب. طيب عارف اخر جندي من جنود الله وهو اللي بيقدر يتغلب على النوم، يعني اللي مش بيخليك تعرف تنام؟ هو الهم. فانت شايف ازاي انه الهم هو اكبر جندي من جنود الله اللي ممكن يسلطها على الانسان لمجرد ان هو ما عندوش ايمان او يقين انه ربنا هيعديها له، هيعدي الدنيا بالحلو وهيعدي الدنيا بالصعب اللي فيها. انه لو احنا عندنا يقين بالله هيبقى الموضوع اسهل بكتير، لان انت بتبقى شايف، بتقيس على الهيستوري بتاعك اللي انت عديت بيه، بتقيس عليه اللي جاي. زي ما ربنا عداها في ايام كانت صعبة ما كانش فيها دخل كفاية ان انا ابقى بقول انا مكفي كل حاجة محتاجها البيت، بس الحمد لله البيت كان بياكل وبيشرب وكانوا الولاد في المدرسة بتاعتهم، فالدنيا كانت مستورة. في حاجة كده يا جماعة، اللي هو لما اتكلمنا على الخوف قبل كده وقلنا انه الخوف لازم نقعد نفكر عشان ما نسيبوش يسيطر علينا، لانه لو الحاجة اللي مخليانا نخاف نقدر نهندلها يبقى نعمل الحاجة دي ونبعد عننا بقى الخوف والتوتر والقلق طول الوقت. لكن لو الحاجة اللي عامله لنا، اللي عايزين نقول ان هي مخوفانا، الكنترول بتاعها مش في ايدينا، وده طبعا is not all the time. we cannot maintain control over everything in life. في حاجات احنا مش في ايدينا القدرة على التحكم عليها، زي حياتنا، زي الابتلاءات اللي بتعدي علينا فيها، زي ميعاد وفاتنا for example. الكلام ده كله احنا ما عندناش كنترول عليه. فده الجزء اللي بنسيبه لليقين بالله، عشان احنا لو خلينا بس من جوانا احنا مصدقين ان في، عايزين نقول مثلا 50-50%، ولو ان مش ده الواقع قوي، بس لو قلنا انه في 50% احنا لا نتحكم فيها، يبقى احنا هنبقى مطمنين ان انا مش في ايدي اعمل حاجة في الحتة دي، فخلاص نسيبها على الله. طيب نيجي بقى لل50 او لل40 او حتى 20% اللي احنا لينا كنترول عليهم، ان انا اقول طيب انا خايف اكفي، خايف ما اقدرش اكفي بيتي في المستقبل. طيب احنا بنعمل زي حسبة بسيطة كده على قد الكنترول اللي في ايدينا. في جزء من اي دخل بيدخلك انت، ده ABC spending habits، ان انا اي جزء من الدخل بتاعي لازم اكون بحوشه باي طريقة كانت بقى. في ناس بيبقى نوع من انواع انها تسيف، انها تستثمر. فانت ممكن تسأل ناس خبيرة في الاستثمار، حتى لو المبلغ اللي انت هتستثمره ده
حاجة بسيطة جدا. احنا مش بنقول روح اشتري مثلا عقار او ارض، لان انت هتقولي وانا لو انتي بتقولي استثمر واعمل كده، طب ما انا خلاص يبقى انا معايا فلوس اذا اذا هستثمر الاموال اللي معايا دي في عقارات مثلا، طب ما انا كده يبقى معايا. لا، احنا مش بنتكلم على حتى مبالغ توصل للليفل ده، ممكن يكون اقل من كده بكتير. بس قصة الاستثمار ممكن يبقى معناها ان انت بتشغل فلوسك في حاجة، او ان انت في كذا توجه تاني ممكن تبقى عارف انت بتشتري بيه ايه وتحوشه مثلا فور اكزامبل، او انت حوشت الفلوس دي حتى لو انت حطيتها في بنك او عملت لها سيفنج في البيت عندك. طيب ده جزء من الدخل اللي داخلك. الجزء التاني، ويمكن يكون بالنسبة لي أنا شخصيا يا جماعة حتى بشوف إن هو ممكن يكون الجزء الأول، إنه لازم يكون في برسنتج من الدخل بتاعك أنت بتخرجه لله. ده نوع من أنواع الاستثمار الطويل الأجل اللي الإفكت بتاعه بيرجع لك مردود، مش لازم in the form of فلوس أو حاجة مادية، ولكن لو هو على قد الطمأنينة والسكون اللي بيتغلب على الهم اللي ممكن تبقى انت شايله، يبقى ده في حد ذاته مردود انا بقول الحمد لله عليه. طيب يبقى انت طلعت حاجة وعملت استثمار، خرجت حاجة، ساعدت حد محتاج، وعملت نوع من انواع الاستثمار الطويل الاجل اللي هو يعدي الدنيا. وفي استثمار تاني اللي هو الأكثر أجلا وممكن يكون على المدى البعيد في الدنيا برضو، وهو الاستثمار اللي بيرجع لك مردود مادي. وفي قصة ان انت تحوش، يعني حتى لو التحويش ده بمعناه الحرفي بالظبط ان انا هاخد شوية فلوس اشيلهم سواء في البنك او حطيتهم في الدولاب في البيت، انا هستخدم دول لوقت عوزة يعني. فالقصة هنا انه ده اللي انا اقدر اعمله بالدخل اللي عندي. فمادام انا حددت انا اقدر اعمل ايه فيما يتعلق بالبرسنتج اللي ليا كنترول عليها، يبقى انا كده خلاص قفلت الحسبة دي. مفيش داعي ابدا انه انا اقعد بعدها افكر انا هعمل ايه في المستقبل، او الفلوس دي هتكفي او مش هتكفي. هرجع تاني اقولك عيد حسبتك من الاول وفكر في اللي عدى، وخليك دايما فاكر انه في وقت من اللي عدى كان برضو صعب. لو انت شايف الوقت اللي انت فيه دلوقتي صعب، ففي وقت كبير من اللي عدى كانت برضو فترة صعبة وبرضو عدت. فلازم تكون فاكر ده وتقيس عليه اللي جاي.